مع هذا الفكر. يعني أكدت أكثر من مرة أن المرحلة القادمة لا تحتاج إلى حكم ائتلافي فقط، وإنما تحتاج إلى حكم وحدة وطنية، حكومة وحدة وطنية تشمل أغلب، إذا مش الكل، أغلب الطيف السياسي، لأننا ما زلنا في مرحلة انتقالية وما زلنا ضمن إقليم غير مستقر. نحن واقعون في قوس الزلازل، ولذلك نحتاج إلى أن نتصرف بحكمة، وأن نترفق بالبيت الذي نحن فيه. البيت لا يزال هش، وإذا أطلقنا فيه الصراع، حتى الصراع السياسي فقط، لو انطلق فيه الصراع يمكن أن يهدم. وهذا الذي حصل في التجربة الماضية. التجربة الماضية لم تتحمل الصراع بين سلطة ومعارضة، لأنه خبرة الحاكم في أن يحكم ديمقراطيا لا تزال خبرة محدودة، وخبرة المعارض في أن يعارض ديمقراطيا أيضا لا تزال محدودة. ولذلك نحتاج إلى ترفق، نحتاج إلى أن نتآلف وأن نكون حكومة وطنية حتى لا نهدم البيت على رؤوسنا، لأن البيت مازال ما يتحملش منطق أو بنية سلطة ومعارضة، مازال ما يتحملش. هذا تتحمله الديمقراطيات، دعاماته لسه يعني. العريقة. في الديمقراطيات العريقة 51% كافية لأن تحكم. في الديمقراطية الانتقالية تحتاج إلى أكبر من ذلك بكثير، لأن التيارات الرئيسية ينبغي أن تكون ممثلة في الحكم، لأننا إذا تصارعنا الصراع المفتوح بين السلطة ومعارضة يمكن للبيت أن ينهدم، وهذا الذي حصل في بلاد أخرى.